ماتش النهارده متعة حرفيا، ماتش تاريخي في كأس العالم روسيا 2018. مباراة للتاريخ للمغرب، المنتخب المغربي في مواجهة ملوك التيكي تاكا المنتخب الإسباني. بيبدأ الماتش سريع وخناقات بين اللعيبة المغربية واللعيبة الإسبانية، والماتش متوتر في أول ربع ساعة لحد ما يهرب خالد بوطيب بكورة تتلعب خطأ من إنيستا في التمرير، وبينفرد خالد بوطيب بدخية وبيسجل الهدف الأول لأسود الأطلس في اللقاء وبيشعل اللقاء، وكده النتيجة 1-0 للمغرب. بتحاول إسبانيا الرجوع في النتيجة وبكرة 1 2 بين إنيستا وإسكو بيسجل منها الهدف الأول. علشان النتيجة ترجع تاني 1-1 والمباراة تولع. يهرب خالد بوطيب بكرة انفراد تاني أسهل من الأولى، ولكن بيضيعها بطريقة غريبة وبيتألق فيها دخية. بتضغط إسبانيا أكتر وأكتر، والضغط كله والخطورة عن طريق الرسام إنيستا، وتتلعب ركنية للإسبان وبيلعبها بوسكيتس براسه، ولكن تمر عالية على مرمى المغرب. بيلعب الرسام إنيستا كرة عرضية وبتمر من قدام دياجو كوستا، لو كان لمسها كانت هتبقى جول. وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المغرب وإسبانيا، وننتظر الشوط الثاني. بيبدأ الشوط الثاني سريع، ولكن المرة دي بضغط مغربي، وتتلعب كرة عرضية حلوة قوي للاعب مبارك، ولكن يطلع دخية وينقذها لحد ما تيجي الدقيقة 55 وبيحط نور الدين امرابط قنبلة في المرمى، ولكن لسوء الحظ بتخبط في القائم اليمين لدخية. يرد الإسبان بكرة بقى رأسية من إسكو يركنها في المرمى، ولكن يتعملق رومان سايس وبيشيلها في آخر لحظة. تتلعب كرة ركنية لإسبانيا وبيطلع لها بيكيه وبيلعبها براسه، ولكن بتمر بجوار القائم بكام سنتي. ترد المغرب وبكرة عرضية توصل لحكيم زياش ويلعبها على المرمى، ولكن بتخبط في ايد بيكيه، والحكم بيطنش وما يحسبهاش ضربة جزاء وبيحسبها ركنية. تتلعب الركنية وبيطلع عليها يوسف النصيري وبيسجل هدف صاروخ بدماغه على شمال دخية. المنتخبات الكبيرة علشان بقى تسجل المغرب الهدف الثاني، وبتتقدم الاسود من جديد. تضغط اسبانيا علشان تعادل النتيجه، وفي الوقت البدل الضايع اسبانيا بترجع وبتخطف هدف علشان تضيع فوز تاريخي على المغرب. نعم، يقر الهدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. وبتتعادل اسبانيا 2-2 مع المغرب، علشان زي ما قلت لك اسبانيا تضيع فوز تاريخي على المغرب كان هيفرق معاهم في البطوله، وينتهي بعدها اللقاء 2-2 وحسره طبعا من المنتخب المغربي، بس تعادل مشرف امام منتخب اسبانيا.